انتوا ايه اللي منزلكوا الشارع دلوقتي؟ مش ميعادكوا تنزلوا فيا يعني؟ يا عم النور رجع يقطع تاني ومفيش واي فاي. وانا برضو النور قطع عندي، عشان كده قلت انزل اشرب شوية شاي على القهوة. ده احنا ولاد حلال بقى لينا نصيب نخمس معاك في كوباية الشاي. تطلع ابوك بقى مبسوط اللي الكهرباء رجعت تقطع تاني. لا ده انا بقى متضايق قوي لان لسه متفق معانا في العيد هيأجر لنا اي حاجة في فيشة الساعة بجنيه، فكده الساعتين دول واقفين على بخسارة. شوف امي بقى كانت هتحتاج الخلاط وانا هحتاج التلفزيون ولا المروحة. ده هو قاعد شايط فوق في الباب. ابوك ده ناحو يا جدع. لا محمود ما تغلطش في ابوها، ماما فلاك اتنين بالله. ما تزعلش يا اشرف، انا بهزر معاك. طب وعلى كده يا اشرف، انتوا لو جالكوا ضيوف بتعملوا ايه؟ بنعمل نفسنا نايمين عشان ما نفتح لهمش. صحيح، انت ابوك يحط ايده في زيت مغلي وما يحطهاش في جيبه. امال انا ابوها مخاصم جابه من قبل ما اتولد. بس انا عندي سؤال محيرني، انت ازاي ابوك يا جدع انت ناحو وانت ما شاء الله يعني شبه التريلا القلاب، يعني متغذى على تقيله. عندك حق يا محمود، ده انت طلعت عيل نور اوي. انا لغايه دلوقتي اتصور ما جاش في بالي خلاص الموضوع دوت. امال يا جدع انت سمنت ازاي وتخنت ازاي يعني؟ بالراحه. تلاقيه خايف من الحسد يا كنا. مفيش يا جدعان، كل الحكايه اللي ابوها وانا صغير كان عاملنا حصاله وبيعند في بق الفلوس عشان تنزل في كرشي، وكان كل ما امي تيجي تساله تقول له عايزه فلوس يقول لها اجيب لك منين؟ ابنك مضيع فلوسه كلها. وكان اما يحتاج قرشين يروح مديني شربه، راح مسل عامل اسهال يعني، وراح اخد في اللي في النصيب وماشي. بعد كده فضل يحوش بقى في كرش في كرش في كرش لغايه ما دلل كده وجاب بقى العربيه الخرده اللي هي الكهنه اللي عندنا دي. ومن ساعتها بقى وانا بقيت مدمن اكل الورق، يعني انا بقيت باكل ورق عادي مفيش مشكله. علشان كده اما كنت تيجي تكلمنا تقول لنا ده انا اوزنكوا فلوس. وانت على كده ابوك كان عامل التوته بتاعتك بباسورد بقى ولا واي فاي؟ لا بقول لكم ظبطوا بقى لما تبقى علاقه. يلا بينا بقى، النور جه اهوت.